ولكن كانت دايما القصه المنتشره اكتر عن بناء الاهرامات هي ان الجن هم اللي ساعدوا المصريين القدماء في بناها. الكلام ده مرجعيته مبدئيا جايه من الدين، وده لان احنا عرفنا ان الفراعنه كان عندهم معرفه كبيره بالسحر زي ما شفنا في قصه سيدنا موسى عليه السلام مع السحره بتوع فرعون، وانهم ممكن يكونوا سخروا الجن عشان يساعدهم في بناء الاهرامات زي ما كان سيدنا سليمان عليه السلام بيعمل، وكان ربنا مديله القدره على تسخير الجن. ولكن كانت بدايه النظريه دي في سنه 1922 لما فتحوا مقبره توت عنخ امون، واللي في يوم الفتح بتاعها ظهر من بعديه المسمى بتاع لعنه الفراعنه. وده لان يوميها لما فتحوا مقبره توت عنخ امون حصلت كميه حاجات غريبه. اولا كل الباحثين والعلماء والناس اللي كانت بتحفر المقبره توفوا بعدها في ظروف غامضه. في اليوم بتاع فتح المقبره الكهرباء انقطعت عن القاهره كلها، في عاصفه رمليه شوهدت عند القبر طلعت من اللامكان، وكمان بيقولوا ان هم شافوا صقر بيلف حوالين المقبره. ولكن كل الكلام ده طلعت عليه ابحاث بعد كده بتنفي ان هو حصل بسبب حاجه اسمها لعنه الفراعنه، وارجعوا السبب ان كان في اصلا عناصر كيميائيه منها اليورانيوم المشع بيكون موجود جوه المقابر، وهو اللي بيتسبب بالامراض والاعراض اللي بتحصل وبيصاب بيها اي حد بيخش المقبره. وتم ربط الموضوع بعدها بحاجه اسمها لعنه الفراعنه. ولكن بقى كل الكلام اللي احنا طرحناه ده ما بيأكدش بنسبه 100% الشكل او الطريقه اللي اتبنت بيها الاهرامات.